الحبايب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان الجميع يكونوا بخير وصحة وهنا. طيب، بناء على طلبات الحبايب، هنتكلم على مواضيع ازاي اعمل بيزنس في امريكا. هل في بيزنس ممكن يتعمل بسعر معقول ويكسبني؟ وايه اللي ممكن يتعمل؟ طيب، آه البيزنس هو من مميزات الاقتصاد الامريكي ان هو اقتصاد حر واقتصاد رأس مالي. البيزنس هو احد عمائد الاقتصاد الرئيسية، وانك تفتح اي بيزنس في امريكا موضوع سهل جدا. بتشوف محاسب بيعمل لك ورق الشركة، يعني يكلف لك مثلا $400 ولا حاجة، 400 $500 $600 حسب يعني ايه البتاع، بس يعني حسب المنطقة وحسب المحاسب والكلام ده. تمام. الموضوع سهل جدا انك تفتح بيزنس كويس، انك تعمل ورق آه، فتح البيزنس. طيب، ايه هو بقى البيزنس؟ هل هو التكلفة كلها في دوت ولا لا؟ قبل ما نتكلم على دوت لازم افكرك ان انت لما يوم ما تفتح بيزنس لازم تبقى عارف ان انت لازم تعمل تاكس فايلنج every year. لازم تعمل ملء للضرائب بتاعتك للشركة كل سنة. في ناس تقدر تعمل ملء الضرائب ديت من نفسها، وبرضه ممكن تفتح شركة من نفسها لو هي عملت سيرش وكده، يعني الموضوع مش صعب قوي. لكن الافضل دايما ان انت تستعين بمحاسب لو ما عندكش خبرة، عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه، خصوصا لو محاسب شاطر يعني. محاسب معاه CPA، ده مهم جدا، يعني هيبقى يسهل عليك ويبقى فاهم هو بيعمل ايه، مش مجرد ان هو بيجرب وخلاص. طيب، افتح مشروع ايه؟ انا مش معايا راس مال كبير، معايا مثلا 50 60 الف 70 الف 80 الف كده يعني. افتح ايه ممكن يكسبني؟ الاقتصاد حاليا اقتصاد سيء كويس، يعني هو مش اقتصاد ممتاز مناسب لبدء بيزنس بشكل عام. ففي شركات كبيرة خلال السنة ديت طلعت من البيزنس وهتطلع خلال السنة اللي فاتت اللي هي 2024 طلعت، وفي ناس هتطلع خلال السنة دي يعني. فالاقتصاد غير مبشر، فالموضوع فيه صعب وخطير. لكن في مجالات ممكن بتكسب ولسه شغالة، بس فيها منافسة. خلينا نتكلم على الحاجات اللي مشهورة في نيويورك سيتي، زي مثلا عربية الأكل. عربية الأكل اللي بتفتح بتلاقيها مثلا في منهاتن، أو في كوينز أو برانكس أو حتة مختلفة. عربيات الأكل بزنس بتحتاج إنك تجيب عربية أكل، تشتري عربية. يفضل إنك تشتري عربية جديدة عشان تخلص من مشاكل الانسبكشن. الانسبكشن بتاع الهيلث ديبارتمنت او وزاره الصحه صعب وممل، وناس كتير بتضطر بعد كل فترات ان هي تغير عربياتها بسبب دوت. او ان انت تأجر كويس، تأجر عربيه عشان تقلل التكلفه والريسك بتاعك وانت لسه بادئ تشتغل. تأجير عربيه كويس بس بياكل من الدخل بتاعك. حلو. انت هتحتاج معاها يكون عندك لايسنس او يعني ترخيص للشغل دوت. وبما ان هو الحاجات دي بتبقى مقفوله وبتفتح كل فتره ليها لوتري وليها نظام معين، فانت لازم تأجرها. بتأجرها اعتقد حدود 20 30 الف حاجه كده. انا مش عارف الرقم بالظبط، بس في الرينج دوت مثلا كل سنتين. وكمان يكون عندك سبوت تقف فيه، يعني انت في اماكن فيها عربيات ما ينفعش تقف فيها. فبيشتروها بياخدوها باكج كده، ممكن تروح تأجر من حد عنده المكان وبتاع عشان تجرب وتشوف الدنيا بتاعتك هتمشي ازاي الاول قبل ما تدخل بكل فلوسك، بعد كده تلاقي نفسك استكيت. فتبدأ تخش تشوفها وتشوف الحاجة بتاعتها. لازم تكون بتعرف ازاي تتعامل مع الأكل وتشتغل على الأكل. العربيات دي كذا نوع، في عربيات كبيرة وعربيات صغيرة، في عربيات مقفولة بتبقى انت واقف جواها، وفي عربيات بتبقى مفتوحة بتبقى واقف انت بره. العربيات اللي انت واقف بره بتكون أحسن في الصيف، عشان الجو بيبقى حر مع الأكل اللي انت بتعمله والكلام ده، بيبقى جو حر جدا جوه العربية في الصيف. بس في الشتاء مرار، جو برد،
مطر وسنو وغيره وانت واقف في الشارع. تمام. في ناس بتقف بالنسبه للسبوت برضو، في ناس بتبدا تجرب في اماكن جديده. يعني طبعا انت بتاخد وقت على ما تعمل زبون، ففي ريسك ان انت ممكن تخسر في فتره، ما تشتغلش كل الوقت، الكلام دوت. كمان مع العربية انت محتاج تكون عندك عربية عادية تقدر تقطر العربية بتاعت الأكل ديت. حلو. ومحتاج يكون عندك جراج عشان تركن فيه، بتأجر جراج بتغسل فيه العربية كل يوم وتركنها وهكذا. ومحتاج تجيب أكل، الخامات اللي انت تشتغل بيها كويس. بتروح مثلا ريستورانت ديبو او على حسب انت بتشتغل مع ايه. في ناس بتشتغل مثلا يعني في نيويورك سيتي مثلا في عربية، في شركات بتاعت اللحوم الحلال زي السلام حلال وغيره، بتتفق معاهم بيجيبوا لك الاكل بتاعك لغايه عندك. في كمان الحاجات اللي انت بتعمل بيها، يعني الاطباق والمعالق والمناديل والحاجات التانية اللي انت بتشتغل بيها في الزيت وفي حاجات كده يعني. في جزء كبير من الناس بتروح ريستورانت ديبو للحاجات دي كويس. الموضوع دوت مربح. بس في مشاكل كتيرة. خصوصا ان ستادي في نيويورك، ستادي في منهاتن بالذات بتبقى عايزه تقلل العربيات ديت. فيها عندهم خطط للحاجات ديت. لسه في ناس شغاله، بس يعني ايه، المستقبل مش ممكن ما يكونش لطيف قوي كويس. في ناس بتأجر كشاك. في كشاك موجوده، بتبقى اوريدي موجوده، بتبيع مثلا كاندي، بتبيع سجاير، بتبيع حاجات كده. مش شغاله قوي كويس برضه عشان ابقى واضح معاك. مش اللي هو يعني مكسره الدنيا، مش شغاله قوي. تمام. في ناس بتقول لك طب انا عايز افتح شركه ليموزين صغيره، اجيب شويه زباين يبقوا جايين وادخلهم واوديهم وبتاع. الريجوليشنز كتيره جدا في نيويورك سيتي عشان تفتح شركه. تفتح شركه سهل، لكن عشان تشتغل لازم تكون لايسنس من TLC وفيلم هندي. كمان المنافسة عالية، وعشان تجيب زباين الموضوع صعب. هتحتاج تصرف فلوس، هتاكل من مكسبك، وموضوعها مش لطيف. المنافسة عالية كبيرة قوي، والناس القديمة فيها أصلا بتعاني. فأنا بقول لك لأ، بلاش. في حاجات تانية. في ناس بتفتح شركات تانية، بتيجي مثلا جيرزي تروح تفتح مثلا ايه، تقول انا عاجبني شغل التاكسي، هشتري كام ميدالية وكام عربية واجرهم واشتغل على واحدة واجر الباقي واعمل فلوس وبتاع. شغال الموضوع، بس مشاكله كتير جدا، حوادث كتير. اللي بيشتغلوا على التاكسي في ناس بتعمل شفتات كتيرة كبيرة في نيوجيرسي، فعشان تعمل فلوس كويسة فبيعمل شفتات كبيرة، فبيبقى سايق مش مركز، فبيعملوا حوادث مش حلوة، فالتأمين بتاعك بيعلى والعربية بتبوظ، وبأفلام هندي كده يعني. ف بس شغالة، ممكن تبدأ بحاجات صغيرة وتعمل بيها يعني. وطبعا اوبر اكلت جزء كبير من الكعكة كمان. يعني اوبر اكلت جزء كبير من الكعكة بتاعت التاكسي والبيزنس بتاعه في جيرسي. ممكن تفتح شركة سكول باص، ممكن. بس انا بقول لك البيزنس مش وحش حاليا في القصة ديت. والمخاطرة كبيرة، وهتخسر على الاقل اول سنتين. لو انت عندك استعداد تخسر فلوس كتير اول سنتين، يعني ما بقاش عندك دخل، لا تخسر تدفع فلوس من معاك وخش في بيزنس السكول باص. لان هو مش سهل. شركات التأمين صعبة جدا، ما بتفتحش للشركات الجديدة حاليا. لما بتفتح لحد بتدفع 3 4 اضعاف التأمين العادي في سوق سيء. منافسة فيه كبيرة، ومشاكل كبيرة فيه، فالخسارة قريبة جدا بأمانة شديدة يعني. تمام. انا في البيزنس دوت، فبقول لك الخسارة شديدة، ومش هتعرف تعمل فيها. الشركات القديمة بتترنح، فبالك بقى الشركة الجديدة هتعمل ايه؟ طب ايه ممكن اعمله حلو؟ اقول لك انا يا ريس، عايز تشتغل كويس وتعمل فلوس وبتاع وكده، اعمل بيع اونلاين. ايوه يا ريس. طب ابيع ايه ولا اعمل ايه ولا كده؟ شوف المنتجات اللي انت عايز تبيعها واللي انت عايز تعمل تشتغل عليها. لو منتجات جاهزه اوريدي او كده، ممكن تجيب من الصين شويه حاجات. تشوف مواقع زي علي بابا دوت كوم، علي بابا مش علي اكسبرس، عشان تشتري كميات. الكميات ديت عليها تكاليف شحن عاليه وغيره. بتشوف تحسب كل حاجه قبل ما تشتري، وتشوف الحاجات اللي عليها ترند، اللي عليها
ضغط في المبيعات وغيره. ممكن تنزلها على امازون، ممكن لو تيك توك مشكلته اتحلت تنزل تبيع عليه، تعمل فيديوز وتعمل اعلانات عليها ومش عارف ايه وبتاع، وهتعمل فلوس لطيفه، هتشتغل عادي جدا. حتى لو ما عندكش فولورز في التيك توك، عادي يعني ممكن تنزل المنتجات بتاعتك وتبيعها، ما عندكش، محدش هيقول لك لا. وتعمل اعلانات بقى، فيديوهات بقى وحاجات كده وتشتغل عليها. وتعمل في الفيسبوك وتعمل هنا وتعمل هنا، تشتغل في كذا حته. تنزل، وممكن تنزل على امازون كمان، يعني تنزل في كذا مكان. حلو. وفيها شغل، فيها فلوس. محتاج مكان بس وترتب وتبقى عارف انت تشحن ازاي وتعمل ايه كل حاجه، وتحسبها قبل ما تشتغل. يعني تحسب كل حاجه ليك قبل ما تشتغل. شوف المنتج اللي هتشتغل فيه، ركز في حاجه واحده الاول، ما تخشش في 50 حاجه. الحاجه ديت لما تنجح كمل في حاجات تانية. وما تخشش بكل حاجتك في حته واحده، ما تحطش كل البيض في طبق واحد يعني. خش في حاجه، شوف الدنيا، قص النبض، شوف بعد كده ابدا يتوسع، لا غير، لا ده مش حلو، ده كويس، لا نزود من دوت، لا نغير من ده، غيره وغيره يعني. طب انا بعرف اعمل منتجات يا ريس، انا بعرف اعمل منتجات مع نفسي. بعرف اعمل مثلا حلقان، بعرف اعمل خواتم، بعرف اعمل منتجات معينه يعني. بشكل عام المنتجات دي تنفع تبقى منتجات جاهزه وتتباع زي ما هي، سواء انا بنتج منها كميات كويس او انا بنتج منها وحايد مش متطابقه. يعني بنتج من كميات شبه بعض او وحايد غير متطابقه. شغال جدا وزي الفل. ممكن تبيع وتعمل، لو تيك توك ما تعملوش بان تشتغل عليه وهتعمل فلوس كويسه. وتحط على امازون وتحط على ده وتحط على ده وتعمل فيديوهات هنا وفيديوهات هنا وتشهيص الدنيا. خلي بالك الحاجات دي فيها فلوس، بس تكون في مكان يعني عشان تشتغل بشكل كويس. شوف مكان رخيص عيش فيه. يبقى فيه مثلا جراج او مكان تخزين كويس نظيف وامن ومرتب الدنيا، ورتب حياتك وهات شلفات وهات حياة وعيش حياتك يا ريس يعني. موضوع كويس جدا، خلي بالك. طب انا مش حابب الكلام ده، بس انا بفهم في الزراعة. تعالى يا حبيبي، روح في اماكن موجوده في امريكا، خصوصا في الحتت المتطرفه. زي مثلا بتروح اب ستيت نيويورك، في حتت بعيده، بس لما تطلع بعيد يعني ساراتوجا وتطلع فوق بقى والكلام دوت مش قريب. في حتت اللي هي اراضي فاضيه كتيره فيها مزارع. ممكن تاخد مزرعه حد بيبيعها. في ناس كبيره في السن بتبقى خلاص كبرت ومش قادره وما عندهاش حد يساعدها وتبقى عايزه تبيع مزرعتها، فممكن تشتري من خلالها. او تروح تاخد وتبقى حاجتها بقى جاهزه والايكويبمنتس وبانيين حاجتها اوريدي والكلام ده، ما تبداش من الصفر. او تشتري ارض فاضيه وانت تبني عليها. في كل الاحوال تقدر تاخد لون بالكلام ده ومش هتدفع كتير. بس الحتت ديت ما فيهاش خدمات كتير. انت بتشتغل على نفسك في حاجات كتير، تعلم المناطق اللي حواليك والحاجات اللي حواليك. في مساعدات كتيره وفي جرانتس كتيره بتطلع، او آه، منح بتطلع للحاجات ديت، منح تعليميه ومنح ماديه. عشان هما بيبقوا عايزين دايما ان هما يشجعوا ويطوروا ويكبروا الزراعه. تزرع فيها شويه خضار، شويه فاكهه، تربي لك كام فرخه، تربي لك مش عارف مين. وتتوسع. ارض فاضيه بتاعتك سعرها بيزيد كل يوم و... وانت بتدفع بيمنت مش عاليه وتعيش حياتك. هبيع فين؟ بتحط بيسموها ايه يعني، زي كشاك كده بره بتبقى موجوده، اللي يعدي عايز يشتري بيشتري يحط لك الفلوس ويمشي. وانت بقى شطارتك بقى عندك كميه، تشوف بقى محلات توزع هنا توزع هنا، تشوف الناس بتوع التراكات بتوع معرفش مين اللي بيشتغلوا في الجمله وعيش حياتك. في عندك اماكن بمناسبه الاكل برضو، للناس اللي حابه تشتغل في الاكل في نيويورك سيتي. في حتت في نيويورك في اللي هو الميت ماركت والفيش ماركت والحاجات دي في برانكس. ده زي مكان كبير، بتجيب الناس بتجيب فيه الاكل الحاجات ديت جمله وبتتباع جمله. فانت مثلا لو عايز افتح عربيه ابيع خضار وفاكهه في الشارع في نيويورك مثلا، بروح اشتري منهم جمله وابيع. فانت ممكن تروح تبيع الحاجات ديت، ودول بيبيعوا الناس كتيره يعني. فده شغال برضو يعني. فهتشوف بقى تمشي نفسك هنا وهنا 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 لغايه لما توصل للحاجه الكويسه. اللي انا عايز اقوله لك امريكا فيها فرص كتيره، بس محتاج انك تدور.
بص هنا وهنا وهنا وهنا، واسمع وشوف اقرب حاجه ليك، اقرب حاجه انت تقدر تبقى ناجح فيها، اقرب حاجه انت تقدر تتعامل فيها بشكل كويس، ودوس. نيويورك سيتي فيها شغل كتير، بس مش هي بس اللي فيها شغل، في اماكن تانية ممكن تشتغل فيها وتكسب، تكلفة الحياة اقل، وتعرف تعيش وتكسب كويس. بالنسبة للبيزنس بالذات، خصوصا لما تشتغل بالشكل اللي بتكلم عليه ده، انك هتبيع في اماكن تانية، هتعمل في حاجات تانية، هتظبط، هتعيش حياتك، هتشتغل كويس. بس، وتحياتي للجميع. حطوا لي تعليقاتكم لو انتوا عايزين اي حاجة تانية او اي تفاصيل تانية عن الموضوع. تحياتي، مع السلامة.